السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم بوصفه طلبتوها مني بعد ما صورتها في واحد الفيديو السابق وعجبات بزاف ديال الناس. شوربه صحيه وغنيه بالسبانخ، البروكلي والقرعه الخضراء. خليكم معايا حتى الاخر وغادي نوريكم كل شيء بالتفصيل. غادي ناخذ واحد الكاسروله، غنوضع فيها الماء، غنوضع فيها شويه الملح، شويه الزيت. وغادي ناخذ البروكلي بعد ما نقيته مزيان وغسلته، غادي نخليه يتسلق. من بعد غادي نحيدو من الكاسرونه بعد ما تسلق، وفي نفس الماء غادي نضيف السبانخ نخليهم يتسلقوا. ودابا ناخذ واحد المقلاة غنوضع فيها شويه الزيت، ثوم، غنخلي الثومه تعطي ريحتها. من بعد غادي ناخذ واحد البصله مشلضه، غادي نضيف لها شويه الملح والابزار، غادي نشحرهم مزيان وغادي نغطي عليها نخلي البصله تتهبط. من بعد غادي ناخذ واحد الكورجيط القرعه الخضراء، غنقطعها بحال هكا على هذا الشكل، وغادي نضيفها على البصله نشحرها مزيان مع ديك البصيله والثومه والملح الابزار. من بعد ناخذ واحد الكاس ديال الماء من هذاك الماء اللي سلقت فيه البروكلي والسبانخ، غناخذ منه كاس ديال الماء غادي نضيفو على القرعه ونخليها تسلق. بعد ما تسلقات القرعه غادي نخليوها تتبرد وغادي نميكسيوها مع البروكلي والسبانخ اللي سلقنا من قبل. غادي نميكسيهم مع داك الماء ديال السليق الاول، تقريبا كاس ديال الماء حتى لجوج كيسان. غنضيف لهم واحد دانون مسوس طبيعي ولا كاس ديال كريمه الطبخ. رافق الشوربه ديالنا بواحد الخبز محمص، غادي ناخذ زيت العود غنحك عليه شويه ديال الثومه، غادي ندهن هذاك الاطراف ديال الخبز بالزيت العود والثومه وندخلهم الفرن يتحمصوا، ولا تقدروا ديروهم غير في البريصه. وهذه هي الوصفه ديال شوربه السبانخ والبروكلي مع القرعه الخضراء الكورجيت. شوربه صحيه ولذيذه وسهله في التحضير. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش توصلكم جميع الوصفات الجديده. جربوها في داركم وقولوا لي في التعاليق كي جاتكم. بالصحه والعافيه ونتلاقاو في الوصفه الجايه وشكرا لكم.